ما زلنا مكملين بإذن الله في وصفاتنا اللي على قد الإيد. غدانا النهاردة سهل وسريع وبسيط جدا، وزي ما احنا متعودين من قناة إيمي والعائلة إن كل وصفاتنا ووجباتنا كلها على قد الإيد. يلا بينا نشوف الغدا بتاعنا النهاردة بتكات وحركات جديدة أول مرة تشوفوها. فتابعوني كده ولايك وشير للفيديو، وياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان القناة تكبر وتكتر بيكم بإذن الله. ونشوف الغدا بتاع النهاردة هيكون عبارة عن ايه. يلا بينا نبدأ كده ونشوف. اول حاجة نصلي ونسلم على الرسول، بيحلي اكلتنا ويحلي وصفاتنا، واحلى فيديوهات بتبقى ربنا مبارك فيها بالصلاة والسلام على رسول الله. فيلا نبدأ كده ونشوف غدانا اتعمل ازاي وقدمناه ازاي، ويا ترى ايه التكات الجديدة اللي احنا هنعملها في الفيديو بتاع النهاردة. هنشوف وهنتابع مع بعض، وبأقل كمية هنعمل احلى غدا النهاردة سهل وسريع وعلى قد الايد. بصوا بقى التركة دي محدش يعرفها خالص، والتركة دي جميلة جدا ان انت تعمليها، ولازما ان انت تعمليها، وهقولك ليه. اول حاجة عندي هنا ربع كيلو من السجق الشرقي. الكمية هنا حسب افراد الاسرة، يعني حابة ان انت تضعفي حسب كمية اسرتك. اول حاجة بقى حلة على النار ونحط فيها مية كده ونسيبها تغلي، وننزل بالسجق بتاعنا ياخد غلوة واحدة بس على النار، وبعد كده نطفي عليه. وهاتي بقى الصينية الجميلة بتاعتك وتعالي بينا ننفذ الوصفة بتاعتنا. عندي هنا مادة دهنية زيت سمنة اللي تستخدميه، وهنزل هنا ببصل جوليان وفلفل أخضر وأحمر اللي موجود عندك حطيه، وننزل عليهم برشة ملح ومعاهم كمان رشة من الفلفل. قلبي بقى توابلك كلها كده مع بعضها، ويا سلام لو حطيت لهم كمان رشة من البهارات الشرقية. وهنا هنستخدم بهاراتنا هتكون يا دوبك ملح وفلفل بس، عشان احنا عارفين ان السجق الشرقي بيبقى مليان كله توابل، فمش ناقص بقى ان احنا نحط كمان توابل، فكفاية كده اللي هي موجودة في السجق. هنقطع بقى السجق بتاعنا، حابة ان انت تقطعيه بالحجم ده، حابة ان انت تخليه كامل، يعني الصباع بصباعه اللي يريحك. انا هنا قطعته بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. وهننزل بقى بيه على كل المقادير بتاعتنا اللي احنا حطيناها قبل كده، اللي هي كانت البصل والفلفل الاحمر والاخضر، وطبعا التوابل الجميلة بتاعتنا اللي هي رشة الملح ورشة الفلفل. وهنا حابة ان انت تحطي معلقة من هريسة الفلفل الاحمر الحلو، وحابة مش حابة ما تحطيش، يعني زي ما يعجبك. انا هنا بحبها جدا بالصراحة بالمعلقة الفلفل، بحس انها كده بتديها قيمة غذائية وطعم جميل جدا. يعني لو انت حابة ان انت تجربيها جربيها، بس بجد هتعجبك قوي الطريقة. وهنا طبعا السجق بتاعنا عشان احنا ادينا له غلوة قبل كده في المية اللي هي السخنة، مش بياخد وقت خالص. هنديله كده رشة ملح لانه لقيته عايز رشة ملح، فنديله رشة كده على السريع. وهنعمل بقى هنا التركة الجميلة بتاعتنا دي اللي بتنقل السجق بتاعنا لحتة تانية. ولعنا حتة فحمة بعد ما حطينا الأول معلقتين تلاتة كده على السجق، وسبناه على نار هادية لحد ما تشرب المعلقتين التلاتة المية دول، وشربهم واستووا بقى تمام التمام. نجيب فحمة وتكون ولعناها كده ونحطها في الصينية، ونضيف عليها شوية من الزيت، وتدينا الريحة الجميلة اللي هي بتاعة الشوي. او حابة ان انت تحطيه دقيقتين تلاتة تحت الشواية، ده هيكون خير وبركة وهيبقى جميل جدا. انا هنا نفذت كله على عين البوتاجاز، يعني كده على السريع عشان تبقى وجبتنا سريعة كده وسهلة، وما تاخدش مننا وقت خالص. عايزة اقول لكم في 10 دقايق كنا محضرين احلى غدا جميل جدا. واقل بقى اقل حاجة عندك، يعني انا هنا كان عندي الفلفل الاخضر اللي انا استخدمته، وهنا حبة جرجير، فكده الطبق هو ما كانش محتاج خالص. والله الطبق كان طعمه جميل جدا وتحفة. اعملي السجق بالتركة اللي انا قلتلك عليها دي وبالطريقة دي، بجد هيعجبك. وبصي بقى قدمناه بسيط جدا، عشان هي اكلاتنا كلها بسيطة وسهلة وسريعة وعلى قد الايه.
كان عندنا بقى العيش مخبوز وسخن، فقلنا ايه نقدم معاه كده لحبايبنا الطبق الجميل بتاع السجق ده. معاه بقى طبق سلطة كده صغير على الماشي، ومعاكي حبة طحينة، وبكده يكون ألف هنا وشفا يا رب على اللي شاف، وألف هنا وشفا على اللي كل. بكده الفيديو بتاعي يكون خلاص انتهى. أسيبكم على خير وأشوفكم بخير بإذن الله في فيديو قادم. لكم مني أحلى تحية وأحلى سلام. سلام.